في فيديو النهاردة هنبدأ سلسلة جديدة وهنقيم فيها سيت ابس اليوتيوبرز، وهنوضح هم عملوا ايه بالظبط في السيت اب، وكمان هنقول رأينا فيه. والهدف من السلسلة دي انها تكون دليل شامل لأي حد عايز يعمل سيت اب، وهنحاول نتنوع فيها على قد ما نقدر، وان شاء الله نقدر نفيدكم. والنهارده معانا 2 يوتيوبرز، والاتنين يوتيوبرز اجانب، فصلوا على النبي وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، ويلا بينا نبدأ. واول يوتيوبر معانا وهو، وربنا ما عارف انطق اسمه، المهم هي دي القناه بتاعته يا جدعان. واللي خلاني اجيب اليوتيوبر ده معانا ان هو اللي عامل السيت اب بتاعه من الالف للياء، من اول بقى الجبسون بورد للكهرباء والبويه كمان. فاكيد حاجه زي دي هتفيدكم لو انتوا كمان عايزين تعملوا سيت اب في المستقبل. وبصراحه الراجل ده عامل شغل عالي قوي، وبالذات في الاضاءه. هو في الاول قطع الالواح اللي استخدمها في الجبسون بورد وظبطهم حسب استخدامه بالظبط، وبعدين بدا يشتغل في المكان اللي هيركبوا فيه. وهنا بدا يفنش الجبس بعد ما ظبط الكهرباء فيه، وعمل كمان رفوف منه. وبعد كده سد الشباك عشان يعرف يظبط شكل الأوضة. ودلوقتي عشان نختصر الوقت هقول لكم هو عامل ايه سريعا، واللي عايز يشوف الفيديو كامل هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. هو هنا بدأ يبيض الأوضة، واختار لون الأوضة يكون رصاصي في أبيض. اللونين دول مع بعض هيبقوا مريحين للعين، بالذات بعد الإضاءة ما تركب. وبعد كده جاب الواح الفوم دي وحطها على الحيطة، ودي بتبقى فوق المكتب اللي هيتحط عليه الشاشة بتاعة الكمبيوتر. ودي حرفيا بتنقل السيت اب في حتة تانية خالص. وعلى فكرة الواح الفوم دي موجودة عندنا هنا في مصر، وممكن تلاقوها وسعرها مش غالي أوي. اما دلوقتي بقى هو دخل في احلى جزء في السيت اب كله، وهو الاضاءه. بدا يركب هنا حبال الليد وكلهم ار جي بي، وبعدين بقى حط المكتب وحط اضاءه وراه زي ما انتم شايفين. ودلوقتي انا هوريكم المنظر النهائي. ده المنظر هنا قبل ما يحط الاجهزه. وده بقى بعد ما حط الاجهزه وفرش الاوضه. دلوقتي انا هقول رايي في السيت اب ده بكل صراحه. من وجهه نظري المتواضعه جدا السيت اب ده ياخد 9.5 من 10. وده لان هو اللي عمل كل جزء في السيت اب، ودي بصراحه حاجه انا محترمها فيه جدا. التعليق بقى الوحيد اللي عندي ان هو كان ممكن يعمل ليد بروفايل في السقف بدل الكشاف المدور اللي هو حاطه ده. اما غير كده بقى كل حاجه بيرفكت حرفيا. وكده اول سيت اب معانا يكون خلص. ننقل بقى على تاني واحد وهو اليوتيوبر ماتيا دي ليسو. ويا رب اكون نطقت الاسم صح لان انا مش عارف الصراحه. وهنا هو مش عارض المراحل اللي عمل فيها السيت اب، ولكن عارض شكل السيت اب النهائي. وكمان في السيت اب ده مش هندخل في تفاصيل قوي عشان وقت الفيديو. انا اصلا كنت هعمل الفيديو ده بالسيت اب الاولاني بس، ولكن لما شفت السيت اب ده قلت لازم افرجكم عليه. هم ذوقين عكس بعض تماما، ولكن السيت اب التاني ده هيعجبكم جدا لان هو حاجه كده في الروقان، ستايل خشبي بقى كده مع اضاءه صفرا، فكان لازم اجيبه لكم الصراحه. هو هنا جايب الشاشه بتاعت ابل الاستوديو ديسبلاي وموصلها بالماك بوك، وبيستخدم كمان معاهم الايباد، وكمان حاطط على المكتب الايفون بتاعه والساعه بتاعته. يعني من الاخر كده الراجل ماشي مع الايكو سيستم بتاع ابل. زي ما اتفقنا مش هندخل في تفاصيل، انا بس كنت حابب افرجكم عليه لانه حقيقي خطير ولازم تشوفوه. ولو انت بقى عايز تفاصيل اكتر هسيب لك اكيد لينك الفيديو في الديسكريبشن، روح شوفه وقول رايك فيه. ده تقييمي ليه 10 من 10 يا جماعه، حرفيا ده مش اخد ولا غلطه. وطبعا اكيد السيت اب ده سيت اب للشغل مش للجيمنج خالص. هنا اصلا مفيش بي سي في الاوضه او حتى كونسول. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده، وده على فكره اول فيديو نعمله في اليوتيوب، فاتمنى اكون كنت خفيف على قلوبكم. ولو انتوا حبيتوا الفيديو يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وهسيب لكم لينك الانستا بتاعي تحت، يا ريت تعملوا فولو. واستنوا الفيديو بتاع السيت اب الجاي يا جماعه عشان بجد خطير. سلام.